مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير اليوم. بما انه هيك الجو صار عنا، صار له فترة هيك متحسن شوي، تقريبا هو ربيعي، على يعني بلش الصيف شوي. فهيك حبيت غير لون شوي بالغرفة. مثل هيك ديكور شوي ربيعي. ومنه كمان طلعت الثياب الشتوية. لسه في كومة هنيك كمان عند الدروج تبعون، لسه ما جبتهم لهون. فبدي ضب الشتوي وكمان طلع لهم الصيفي. هلا مبدئيا هي غرفتهم. هلا غرفة، عندي ولدين الصغار، وفي عندي الكبير له غرفة لحاله. فحظبط الغرفتين. فمبدئيا رح ضب الشتوي، ورح طلع لهم الصيفي. هلا انا هون عندي التخوت الى صندوق، الى تخزين، يعني حورجيكم كيف. يعني بترفعوه هيك، فإلى صندوق. فانا كتير 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 هالشغلة فادتني. فنصيحة أي حدا بده يغير عفش أو بده يجيب عفش جديد، أو إنه مثلا لسه ما فرشته، بنصحكم تجيبوا تخوت اللي إلها تخزين. والله كتير بتفرق معكم. يعني ما عاد تضطروا مثلا كتير خزن، أو يضل عندكم مثلا هيك كراتين وكذا. فأنا هون كل شي يعني حتى بيكون متناول إيدي، يعني حتى إذا بدكم شغلة اضطريتوا على شغلة، مثلا فجأة قلب الجو هون، خاصة الجو كتير متقلب يعني. مثلا صار برد فجأة، صار مطر. فدغري كتير سهل، بس ترفعوا بتجيبوا اللي بدكم اياه، يعني ما انه صعب. حتى انا بحط لهم مثلا الكتب مثلا الزايدة، الألعاب مثلا اللي ما بدهم اياها، البطاقات، كل شيء. يعني فيكم تضبوا كل شيء، يعني حتى القصص، يعني اي شيء عندكم اياه زايد فيكم تحطوه، فما في داعي للكراتين الكتيرة. فانا بكل غرف النوم كل التخوت عندي بصندوق، يعني حتى بغرفتي التخت عندي الكينج سايز. فكمان فيه ستورج، يعني صندوق كبير، فكمان واسع لي كل شيء. فهاي نصيحة بعطيكم اياها يعني. هلا انا جبتهم مشان اذا بدكم، هاي انا جبتهم من دريمز. كل التخوت عندي من دريمز، بس صار لهم 3 سنين وشوي. ما أحلاهن ولا صار لهم شي أبدا، فكتير نصيحة والله. هلا غرفة الأولاد أنا حطيت لهم فيها تلفزيون بيلعبوا فيه، لأنه بيلعبوا بلاي ستيشن. ف نقلت التلفزيون لفوق، ما عاد حطيته بالصالون، وإلا بالصيف هيك وقت كتير يكون شوب بنزله تحت. وعندهم هون سلحفاة، يعني زلحفة. فأنا ابني كتير بحب موضوع السحالي والسلاحف، يعني هيك سلاحف وسحالي وحيايا. فكان بده حتى نجيب له انه، تخيلوا بده كان ليزرد، هي سحلية. فآخر شي اقتنع يعني الحمد لله بسلحفات، فجبنا له سلحفات. هذا بيتها، هي جوا متخبية. البيت جبته من شي ان، كتير ظريف، كبير على فكرة وكتير ظريف، وسعره كتير 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 أقل من دورنا هون على بالمحلات على بيت للسلحفاة كتير غالي. فكتير فرق بالسعر، والكواليتي كتير حلوة. هلا كل شي كفوف وطواقي وهي الشغلات الشتوية كتير يعني، وشالا هاي اللي شو بسموه نحن السكارف يعني. حطيتهم بأكياس، هدول مثل هذا الأكياس شي ان، وهدول باتات. فبيسكروا، فهيك ما بيضيعوا بين التياب كمان. هيك شغلة ظريفة هدول الأكياس. هلا في عندي هدول بيجوا هيك ظروف صغيرة. بتجي كمية كتير كبيرة، جبتهم من شي ان. هدول مشان الحشرات والعت وهيك قصص يعني. الريحة فيهم كتير خفيفة، يعني حتى ما أنا ريحة سيئة. يعني ريحة حلوة بس كتير خفيفة يعني، ما أنا مبينة. فهن بيجوا كمية كتير كبيرة بالكيس. بتحطوهم بين التياب. فأنا حطيت بكل الخطوط مثل هيك بين التياب، تحت التياب. بكل تخت حطيت تقريبا 4 5 هيك وزعتهم. فهيك مشان انه اتأكد انه اضمن ما يصير هون كتير، بيصير اوقات هيك عت او حشرات. ف هاي شغلة حلوة، بتلاقون على شي ان وسعرهم كتير قليل.
هذا بدي لكم عن هذا الكفر اللي بينحط فوق، اللي بيجي هيك شوي سميك، بينحط فوق الفرشات، فكتير نصيحة لأنه شوفوا بتضل الفرشة نظيفة. هلا حطيت وجبة غسيل الأغطية، أغطية الفرشات، الأغطية اللحف والمخدات كلها حطيتها بالغسيل. هلا بين ما يخلصوا هدول الأغطية تبع الهي قلت خليني امسح الغبرة وكنس الأرض، بعدين بصفي علي آخر شي بس إنه ركب الأغطية. خلصت ترتيب الغرفة، نظفتها وغسلت الأغطية تبع التخوت وتبع والشراشف كلها ورجعت لميتها وركبت الأغطية الجديدة. حفرجيكم النتيجة. شوفوا هون عندي الأوركيد، هاي زمان زورت لكم كيف أنا بعتيني فيها، شوفوا ما أحلاها، بتضل ما شاء الله عم تطلع. هلا هون حطيت لهم كل شي، هدول شغلات البلاي ستيشن. تمام. شو رأيكم الألوان؟ هاي الألوان هيك حسيتها ربيعية، يعني ربيعية، ربيع صيف يعني. وبس هذا كان الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عجبكم حطولي لايك واشتراك بالقناة، وسلام.